اهلا، سلام الله عليكم. نتمنى تكونوا بخير، على خير، صحتكم بخير. اليوم فيديو جديد وجايه معكم انبوكسين سميتها دي افكار من القلب. عرفتوا شحال وانا باغا نشري شي حاجه ديال لويز هاي، سبحان الله العظيم غادي نتصادف معها في معرض الكتاب. استثناء هاد المره مشيت لمعرض الكتاب، ولكن الحاجه اللي كانت ما مولفاش ليا كندير هي ما شريتش الكتوبه. شريت فقط هذه اللي غندير معكم انبوكسين ديالها. علاش هاد العام ما شريتش كتوبه؟ حيت سامبلومون فهمت بان معرض الكتاب ما نقول لكم زعما حيت انا مطوره وفهمتش زعما التقنيه وراء معرض الكتاب، وانما بيان سور غادي نشرح لكم شنو هي اللي كيخدموها في الماركتين، وانما حيت عندي ديجا كتوبه العام اللي فات باقي ما تقراوش. دونك ما اي كتاب غنقلب عليه غادي نقدر نلقاه. دونك كاع الا دعت الامور غادي نقدر نكوموندي من الانترنت. دونك نكمل داكشي اللي عندي هذيك الساعه، نقلب على كتب واحد اخرين. واخا صراحه كنصيد كيعجبني بزاف لانني كنطيح على شي عناوين زوينه في كل مره مشيت لمعرض الكتاب، وما كتكونش رائجه. ماشي حيت اهم نقطه غادي نشاركها معكم، واللي هي ماشي دائما العناوين اللي كتكون مشهوره كتنفعنا. حيت يقدر يكون عنوان مشهور وكل شيء وكتاب كل شيء كيهضر عليه، ولكن فاش كتقراه كيكون المعلومات شويه مهم. سا ديبون على كل واحد. عندي قائمه ديال الكتوبه، الا بغيتو كتب لي في كومونتيرات نشاركهم معكم. عندي واحد القائمه ديال الكتب اللي واخداهم ديال كتاب غير معروفين، والفائده اللي كانت فيهم كبيره جدا على هذوك الكتب اللي هي مشهوره. دابا يلا ندوزو الانبوكسين. شوفوا بعد اول حاجه، شوفوا لي لو ديزاين والالوان. غادي نحلوها بسم الله. كنحماق على هاد اللقطه. نديرو الاسمر ديال خاص ميكرو. بسم الله. ولي غادي نبدا اول ورقه. اوكي. تقول: تحتوي هذه المجموعة الصغيرة من البطاقات على عبارات إيجابية قوية وتأملات روحية تساعد في التعامل مع تجارب الحياة اليومية بحب وسلام. ضع هذه البطاقة من حولك في منزلك أو سيارتك أو مكان عملك أو أي مكان يمكنك رؤيتها فيها باستمرار. انشر البهجة بتقديم بعض منها للأصدقاء. يس فراسكم هذه فكرة جميلة جدا أنها تكون هدية. قل بسم الله. واو يا الصدف. اول حاجه كتقول: انا مثالي تماما كما انا. المهم غنصورها وغنحطها لكم هنايا حيت غادي تشوفوها مقلوبه. انا مثالي كما انا هنا وفي الوقت الحالي، وجودي يكفيني، انا اتحدى الحياه. يا سلام. المهم هو صراحه فيها هادي راه فيها، بس حيت ما كتشوفش معايا، فيها شي 64 كارت. واو، يعني كل نهار خاصني نقرا كارت. عرفتوا لي ديزاين ديال لي كارت فريمون رائع جدا. هانتم شوفوا نوريها لكم. حبيت جادور كل نهار غادي نقرا ورقه، وغادي نبقى نشاركهم ان شاء الله معكم في الانستغرام. دخلوا عندي الانستغرام نخلي لكم هنايا. جبت واحد الكتاب باش نشارك معكم. هذا الكتاب كتخديتو ماشي العام اللي فات، العام اللي قبل اللي فات، وباقي لحد الان باقي ما ساليتوش في القرايه. باقي هنا تقريبا. كتخديتو من عند عصر الكتب بالضبط. هو باش كيعجبني صراحه فاش كنمشي لمعرض الكتاب، هو كنمشي مثلا لهاد عصر الكتب كنلقى عندها نسخه اصليه وكتكون بثمن معقول. كياخذوا حقوق الطبع اللي كتكون بثمن معقول. هاد العام للاسف ما كانتش، ما عرفتش علاش. غادي نهضر على هاد القضيه ديال حقوق الطبع حيت مهمه جدا. علاش؟ لان في السنوات الاخيره من بين الحوايج اللي تبدلات عندي هي انني نشري الكتب اصليه بطبعه اصليه. لان تو سامبلومون حقوق الطبع او لا فنقول الكوبي رايت ديال الطبع ديال هذاك الكتاب، فاش انت كتاخدو من عند شي واحد اللي كيكون غير داير كوبي ولا داير، فانت هنايا
كتهرس الكاتب وكتهرس لهداك الخطب. غتقول لي ورا الكتب كيكونوا غاليين. غنقول لك بكل بساطه، حيت شوف راه اي حاجه، اي كتاب كاين بعدا النسخه ديالو اللي كتكون بي دي اف، كاين الكاتب اللي كينشر النسخه ديالو كتكون فور فري، وكاين اللي ما كيعطيش حق الطبع وكتكون هذيك يعني كياخذوا ليه شي نسخه هكا بي دي اف وكتكون كتلاح في لي سيت. حتى هذه صراحه ما كنفضلش انني نقراها، انني زعما نتلي شارجي هاد لي بي دي اف اليوم، حيت هي كتعتبر سرقه للاسف. تخيل دابا انت تكتب كتاب تحطو عند واحد المكتبه كتباع، ويجي واحد ياخذ داك الكتاب يشريه ويمشي يدير عليه فوتوكوبي ويمشي يبيع فيه، بيان سور ما غاديش تبغيها. فلهذا نحاولوا مثلا عندك واحد البيدجي في العام كتحطو مثلا في 6 الكتوبه، تقدر تحط نفس البيدجي في 3 الكتوبه ولا 2 كتوبه مثلا. هاد القضيه انا صراحه كنت سمعتها زعما شحال هادي وكانت كتجيني غريبه، ما كنتش كندخلها لراسي. علاش؟ لان كنت كنقول بكل بساطه انا ما عنديش قدره شرائيه، كنت طالبه بيان سور، نقول ما عنديش قدره شرائيه باش انني نشري كتاب. حنا عارفين الكتب اللي كتكون فريمون فيهم حق الطبع كيكونوا ابتداء نقدروا نقولوا من 80 درهم، 80 درهم وانت طالع يعني 120 وانت غادي. نهار فهمت هاد القضيه فهمت بانها تسمى سرقه، تو سامبلومون لان واحد سرق وانت ساهمتي في ديك السرقه بانك شريتي واحد الشيء اللي هو مسروق. كيفاش نعرف الكتاب بانه يعني ماشي نسخه اصليه؟ كتشوف غير الاوراق، يعني كتبان يعني غير من وانت كتصفح في الكتبه كتبان بان الكتبه ماشي تلهي. انا صراحه كنت كنتقولوا فيها بزاف. علاش؟ لان كنت كناخذ كتاب ويكونوا مغلفينه، وهذاك التغلاف عند بالي بانه راه صافي راه يكون نسخه اصليه، ولكن فاش كنت كنحيد الغلاف كنت كنكتشف بانها كتكون نسخ مقلده. دونك الا دارت بيك ماشي مشكل، ما عليكش حرج، ولكن الا انت كنتي عارف بان هذاك الكتاب مقلد وشريتيه هنا اشكال. دونك تقدر تحاول تصبر تزيد هذاك البيدجي على البيدجي الثاني وتاخذ كتاب. لدرجه انا نقول لكم واحد القضيه، الناس اللي في لا ريشيرش غادي يعرفوني علاش كنهضر. اخر ارتيكل اللي كتبته كان ما فيش حتى شي ارتيكل يعني مسروق. غتقولي كيفاش لي زارتيكل مسروق؟ حتى حنا في البي اتش دي اولا في لا ريشيرش ساينتيفيك كاينين دي زارتيكل ما كنقدروش نوصلوا ليهم، يعني ما نورمالمون الا بغيتي تقرا واحد الارتيكل خاصك تشريه. كاين واحد السيت ديالو بين قوسين، غنخلي لكم واحد الفيديو كيعاود على القصه ديالو في صندوق الوصف. يا سيده هي اللي دارت هاد السيت ويب هذا، و اون فوا كتحط فيه هذاك لو لين ديال هذاك الارتيكل كيتحلك زعما ديريكتومون الارتيكل، وكتقدر انك تقرا وتقدر انك تسيتي. المهم عرفت هاد المعلومه ما بقيتش كنستعملو، درت مع راسي تحدي ولو ان راه والله ما ساهلش انك تكتب ارتيكل وتحاول يعني تقرا غير لي زارتيكل اللي كيكونوا في البابليك اكسس. يعني فريمون كان عندي تحدي كبير انني نحاول نخرج ارتيكل بلا ما نستعمل هاد السيت اللي هضرت لكم عليه، ولا غيكونوا فيه غير لي زارتيكل اللي كاين فيها اكسي بابليك. دابا غادي ندوز نهضر لكم على القضيه ديال معرض الكتاب وعلى الماركتينغ. شنو الاستراتيجيه اللي كيدير معرض الكتاب باش كيجيب عنده الناس، كيجيب عنده بزاف الناس. الوغ ما بين الحوايج اللي كيدير معرض الكتاب واللي كتسمى الفومو، fear of missing something. المهم fear of missing يعني الخوف من انك تفلت شي حاجه تو سامبلومون. نفس الاستراتيجيه اللي كيدير بيهم فاش كيجيب نهار الجمعه دي برودوي، نفس الاستراتيجيه اللي كدير حتى هذيك الشركه اللي دخلات اللي منافسه ديال بيم هي كدارت باش طيح شويه السوق على بيم. البيدجي كيكون عندك في لا سيمين بغيتي تخرجوا في بيم كتولي مخرجوا في الاخرى. اللي كيديروا سابيل فومو، هذه كتعيط نهار الخميس وهذه كتقول لك نهار الجمعه. ومعرض الكتاب كيجي كيقول لك كاين عندك اسبوع غادي يكون في هذا المعرض الكتاب، وكاين غير مره واحده في العام، اذا اجي قبل ليسالي. كنت كنطيح في هذا الفومو بزاف، وكنت كناخذ فيه قرارات الشراء بزاف يعني بيزيد على هذه القضيه. يعني كنخاف ان ديك الحاجه تمشي خاصني نمشي ناخذها، ولكن في اخر المطاف فاش كنجي وكتكون عندي ديك الحاجه
كنلقى بان راه ما صالحه لوالو، اولا انا راه ما محتاجش ليه اصلا. غير هو كتبقى ان هذيك القضيه خاصك تاخذها حيت اكسكلوزيف، وحيت غادي تسالي، وحيت ما غاديش تبقى تجي. دونك هاد العام قررت ما غاديش نشري كتب. علاش؟ لان باقي عندي ما نقرا، وحيت فهمت بان اي كتاب نقدر نحتاجه غادي نقدر نكومونديه اونلاين. ومع ذلك انا صراحه كتمشي نقلب غير على كتاب واحد. يعني المختصر المفيد فاش كتمشي لشي بلاصه وعارفه ديك البلاصه اللي تقدر تشري ليها، وما كيكونش عندك افكار مسبقه ولا خطط مسبقه ولا شنو انت باغي تشري، فكون على يقين غتشري اللي كان. اولا يعني غتحاول تاخد قرارات الشراء اللي غتكون خاطئه، واللي في الاخر فاش غادي تجي تكون عندك غادي تعرف بانها ما صالحه لوالو. هادشي اللي كاين. شكرا يا سكر حيت بقيتي معايا حتى الاخر.